شايفه الجمال، شايفه الجمال، شايفه الرقات يا جماعه. بصوا بصوا كل ده على البوتاجاز. بصوا ده على البوتاجاز. بصوا اللهم بارك. دي ظروف صغيره لولادك. بصي اللهم بارك، رقات وجميله وحلوه في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان ممكن تعملي منها الفطيره الجميله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كل ده على البوتاجاز، شايفين؟ بصوا اللهم بارك. لو عايزين طريقتها كملي الفيديو، بس ما تنسيش حطي اللايك والاشتراك. كملي الفيديو. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكركم حبايبي متابعيني الكرام ان انتوا شجعتوني في الفطاير، والناس طلبت مني ان تعمل لنا فطيرة مش في الفرن، فطيرة الطاسة. ان شاء الله احنا هنعمل من كوبايتين دقيق او اكتر حسب ما انت عايزة. هنعملها لك فطيرة تحفة جدا، وتقدر تعمليها على البوتاجاز عادي بكل سهولة. ماشي. اول حاجة هنعملها نحط بقى ايه، ده عبارة عن 3 كوبايات دقيق. نحط كده واحده واحده بقى، ما نحطهمش كلهم حسب العجن. هنسيب شويه كده عشان لو ماشي. هنحط شويه ملح. زي ما انتم عارفين انا بجيب الملح بسم الله الرحمن الرحيم. انا بجيب الملح الصخري ده وبطحنه في الكبه. يا جماعه دخلوه في كل الاكلات، بيفرق. حتى لو زودتيه ما بيديش الحضوريه الجامده بتاعه الملح العادي. هنحط شويه الملح دول، وبعدين نبتدي نسمي الله كده. وقلنا ان الشاهد على العجين يا جماعه هيطلع كويس وزي الفل. تاني حاجه بنجيب الميه واحده واحده كده، نحفر حفره كده، ونبتدي حبه بحبه ونعجن. تلمي انا بفضل الم. هو بتتعجن يا جماعه دلوقتي الدقيق مش زي بتاع زمان بيبقى بلدي وكده. الدقيق هتلمي فيه كده واحده واحده يتعجن في ايدي، مش عايز لت وعجن كتير. صدقيني بيطلع حلو وجميل. هتلتي وتعجني فيه كتير هيحبب منك. بس حطي الميه واحده واحده. انا هلمه كده، افضل الم فيه كده لغايه ما ايه، اظبط عجينتي وارجع تاني. بصوا يا جماعه تلمي. هبتدي بقى اخدها ارش شويه دقيق كده اهو. ابتدي بقى اعجن كده. النتيجه ديت زي ما قلت لك في الاول، ما تعجنيش، لمي لمي هتبقى حلوه. هنا بقى تبتدي بقى ايه تعجني. تظبطي بقى الفطيره براحتك بقى، واديها بوكسات وبهدليها كده عشان تطلع طريقه حلوه معاكي. عايزه بقى ايه، شده بقى حته العجينه دي عايزه دعك. ما شاء الله يا الدقيق ليه عرق، فعايز يتلمح. لقيتيها بتلزق منك شويه كده، حطي عجين واعجني لغايه ما تظبط معاكي. اعملي نفس الخطوات اللي بقولك عليها دي، تبقى عجينه زي الملبن. بس دي بقى عايزه ما شاء الله عايزه فرد. هتعمليها يابسه كده لازم تريحيها، هتطريها شويه هتبقى حلوه معاكي. هسيبها بقى كده تريح شويه، وبعدين نيجي بقى للمرحله التانية. انا سبتها ترتاح شويه كده، وبعدين ايه اخدها بقى ابتدي اشتغل بيها. هنسمي الله كده ونحط زيت بقى. هو بقى اللي هيفرد لنا كل حاجه الزيت. هنحط كده
كام نقطة زيت كده. ايدك بقى في الزيت وتفردي ايدك وتفردي، ماشي. وهي على وشها برضو كده. هنلفها بسرعة كده، شوفوا دخلي في قلب بعض، تاخدي من جوه ومن بره كده. بالسكينة وتبتدي بقى تسمي الله وتقطعي. عندك بقى قطعة العجين تبقى احسن بقى من السكينة. وكمان ممكن لو عندك خيط عريض ممكن تقطعيه قطع متساوية. هناخد بقى كل القطعة دي هنا فتحطها في الطبق كده. كل خطوة تعمليها سيبيها ترتاح شوية، مش هقولك كتير، ريحيها شوية كده، ماشي. هتاخديها كده وتلفيها كده زي القرصة كده. دوريها على ايدك كده وتسيبيها ترتاح. تاخدي برضو كده تحاولي كلهم على قد ما تقدري زي القرص، زي ما بتلمي القرص. كوريها كده وتسيبيها ترتاح. كمل كلهم وارجع تاني كده. بقى كورناهم. هنبتدي بقى ايه عشان ما ينشفوش من فوق، تمسحيهم كده زيت تسيبيهم بقى شويه. لا كده في اول واحده ونبتدي بقى ندهن عايزه تشتغلي فيهم اشتغلي فيهم على طول، بس اول واحده هتتعبك شويه، يكون التانيين يرتاحوا. يعني لو وراكي حاجه وعايزه تخلصي بسرعه هتعملي زي ما انا بعمل كده. هي هتعمل بس بالراحه بالراحه خالص كده وبالزيت. كل ما حاجه تعصلك معاكي ظبطيها كده، حطي ايدك في الزيت وظبطيها. طبعا هي من جوه كله يبقى سوا بعض، جوه زي بره. حتى الاطراف حاولي بقى تخليها برضو ترفعيها، تعمليها مدوره بيضاويه هتمشي. هنجيب بقى زبده، عندك اي زبده كده تفرزيها كده، بس تحاولي تفردي على قد ما تقدري عشان تديكي نتيجه حلوه. تجيبي كده كل ما تفردي حطي حته زبده كده. كل ما تفردي عشان نعملها زي الظرف كده. طلعت صغنونه صغنونه انزلها شويه حلوه صغنونه خالص، ميني فطيره. التانية تبتدي كده تحولي على قد كل ما تعصلك معاكي حطي ايدك كده من تحت، حطي كده من تحتها زيت ومن فوقها زيت. الزيت للفرد حلو جدا، يعني احسن من السمنه والزبده. لو دي بتلم معاكي سيبيها هتعمل شويه وهاتي واحده تانية. يبقى من تحتها زيت ومن فوقها زيت. شوفي دي حلوه بتفرد معاكي. اللي تعصلك هتسيبيها ترتاح شويه تتعمل معاكي على طول.
هنسيب دي وناخد دي. بصوا فردت. نشتغل مع ايه؟ على اتنين. ريح دي وسيب دي، ريح دي وسيب دي. من جوه لبره، بس عشان تقطيعة صغنونة عشان نقدر نفرد حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. عايزاه اكبر كبري القطعية بتاعتك، بس ضيق. ما شاء الله اللهم بارك. برضو بصوا 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 ازاي مفردة وجميلة وزي الفل. تجيبي برضو شوية سمنة كده وتدهني، ادهني كل حتة فيها عشان تبقى رقات وجميلة. تيجي برضو تروحي قلبة كده هتحطي فيها السمنة تتوزع، تيجي قلبة كده هتحطي كده تتوزع، تبقى صغنونة لقمة كده على قد ابنك او بنتك، او مثلا حلوة تاخديها معاكي الشغل كده في كيس كده نظيف، هتبقى حلوة وجميلة صغنونة خالص زي السناكس. بصوا يا جماعة جميلة وصغنونة. نبتدي بقى نحطهم في الصينية كده عشان متبهدلوش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسيبيهم بقى يريحوا عشان نسيب احنا بنشتغل وهما بيريحوا. واول حاجة انت عملتيها، اول حاجة عملتيها هي اول حاجة تسويها. هناخد بقى الفطيرة اللي كانت معصلجة معانا دي، اديكي ريحتيها عشان ما تعطليش نفسك. ابتدي بصوا بدأت تعمل، انا حاطط ايدي فيها سمنة هتعصلك. فين الزيت كده، حطي ايدي بقى في الزيت وابتدي اسمي لها. بصوا زي هي بتجري معايا زي الحلاوه، زي بتسيح اكنها سمنه بتسيح كده. بصوا حطي ايدك في الزيت واشتغلي، هو الزيت اللي هيفرد لك كل حاجه، بس ما تحطيش سمنه في الفرد هتجمد وتوقفها لك. يا اكبر الله اكبر. بصوا اهي دي اهي الزيت، وابتدي ما عندكيش الا دقيق وشويه سمنه زيت كده او زيت، تبتدي بقى تعمليها الصبح كده تنوعي. كل حاجه غاليه، انت لما تنوعي صدقيني هتوفري وهيبقى احسن وانضف في البيت. احنا امبارح عشان نجيب شويه فطاير الفطيره صغنونه قد كده ب30 جنيه. نجيب بس الزبده ندهن كده، استنى لسه مفرده كمان مش تبقى حلوه، مش تبقى حلوه وطريه. كل حته كده تدهنيها، سهله وعلى الطاسه وتبقى تحفه جدا. بسم الله. كبيرة شوية لحد كبير. واحدة كمان. شوفي السمنة بتوقف، لا انا هحط بقى ايدي كده في الزيت. ابتدي بصوا بقى شوف الزيت، اسمعي اللي بقولك عليه وهتدعي لي. يا ريت بقى اللي ينفع معاه الطريقة بتاعت الزيت دي يدعي لي دعوة كده بظهر الغيب. بصوا بصوا ادهني، كل ما تقف معاكي ادهني، بس تفردي صح من جوه لبره، مش من بره تتقطع على طول. حتى لو اتقطعت عادي بس افرديها حلو، افرديها ورققيها. بصوا انتوا نقيتوا بقى،
ما اتقطعتش اتقطعت. بارك زي الحلاوه، زي السكينه في الحلاوه. دي بقى ايه السمنه الجميله كده، الزبده دي كده. هكمل بقى الباقي كده. هما كده بقى كل واحده بصوا تاخدي اول واحده سويتيها، هي اللي اول واحده فردتيها تاخديها في الاول. شوفوا ما شاء الله، ولا هي بتنفش معاكي وبتكبر. بصوا طالما عملت كده اهو، تحسي ان تحتيها هوا كده، تبقى مظبوطه وحلوه. هعمل الباقي ونشوف طريقه التسويه. يبقى سبتها شويه. بصوا يا جماعه بايد واحده، الزيت جميل يبقى تحت هنا وفوق. هتعملها ان شاء الله بايد واحده تتعمل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. احنا عملنا اظرف صغيره، هنعمل واحده كبيره رققيها. لو اتقطعت منك مش مشكله، اهي بالمنظر ده. هي بقى اللي ترتاح. اعملي بقى فطيره كبيره كده حلوه كده تملى العين. تيجي بقى تحطي الظرف اللي انت عاملاه وتقفلي عليها. طبعا مش هتقفلي كده، الاول هتمليها سمنه كده كتير يا جماعه، يعني سمنه زبده ماشي. تحطي كده كل ما تقفلي كده، تحطي لازما سمنه. تجيبي بقى اخر رق كده تركنيها كده على جنب. نجيب اخر واحده قبل ما نحطها، نحط ايه دي بقى اخر واحده ارتاحت هتبقى جميله ان شاء الله. نحط بقى اخر حبه زيت كده عندنا في اخر فطيره. هتجيبيها كده بصوا، حطي زيت واعملي بايد واحده بس من جوه لبره. سمي كده بسم الله وكل حاجه تتعمل كده. بصوا دي بقى تريحيها حبه حلوين كده، ولو عندك قشطه بقى ولا حته زبده بلدي بقى تحطيها بقى على الوش. جمدي قلبك جمدي قلبك واعمليه. بس كده شوفوا دي دليل النجاح بتاعها. طبعا الحروف لازم تفرديه عشان ما تعضمش معاكي. تاخدي بقى الظرف الجميل ده وتحطي السمنه كده ماشي. تيجي بقى تدهني كده، كل مره تفردي حطاه وتسيبيها. دي بقى ايه اخر حاجه تريحيها كده وتسيبيها فطيره حلوه تعمليها في الطاسه. دليل نجاحها ان يبقى فيها فقاعات الهواء دي. سيبيها شويه تريح وهنعملها مع بعض في الطاسه.
اتفقنا؟ تعمليها كده، هتفرديها شويه كده، وبعدين تحطيها بقى على عين البوتاجاز كده، بس ما تعملهاش عشان ما تعضمش منك. بصوا بصوا، ده دليل نجاح. كده تفردي بالراحه كده، وتحطيها بقى على عين البوتاجاز، هتبقى جميله جدا.